عاجل وحصري ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله الاهلي هيقابل بيراميدز يوم السبت. فرابطه الانديه عملت ايه؟ طلعت ان الحكام اللي هيبقوا هيحكموا ماتش الاهلي وبيراميدز بناء على طلب الاهلي سيكون حكم اجنبي، ويدعو غفير رحيس اسباني الجنسيه وصاحب موقعة حسين الشحات اللي داس بيها على المدافع برجله وجه خد ضربة جزاء. بس هي حسين الشحات كانت يوميها ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء؟ طب الصور جابتها ان في اماكن منها ان اللعيب خد رجل حسين الشحات وجاب ضربة جزاء، في صور تانية قال لك لا مش ضربة جزاء، فدي بتبقى تقديرية للحكم فخدها ضربة جزاء. انتوا جيتوا في الحتة ديت وتعترضوا على هذا الحكم لانه اسباني الجنسيه، يقول لك هو اسباني ومدرب الاهلي اسباني اكيد هيجامل الاهلي. وكمان الماتش اللي قبله، الماتش اللي اخر ماتش حكمه بين الاهلي وبيراميدز جامل الاهلي في ضربه الجزاء حسين الشحات، ونسيوا جون الاوفسايد بتاع بيراميدز، نسيوا الطرد اللي جالهم، نسيوا ده 7 حالات. ده في اعلامي او صانع محتوى جاب لهم 7 حالات وجايين يمسكوا في لعبه حسين الشحات اللي هي ضربه الجزاء اللي اصلا تقديريا للحكم اللي فيه اصلا الفيديو نفسه جايب حتت ان حسين الشحات ليه حق وحتت لا، فدي ده بقى مساله تقديريه وبيعترضوا ان هو اسباني. اللي ما يعرفش القصه ان الاهلي اصلا المفروض قبلها ب 14 يوم انه يقدم ان عاوز حكم اجنبي حسب اللائحه عشان نشيل الموقف اللي حصل في ماتش القمه بتاع الاهلي والزمالك. الفيديو اللي انا كنت عامله ان الاهلي لحق نفسه بدري، يجي اخواتنا في بيراميدز يعترضوا على الحكم ويسالوهم ليه، يقول لك عشان اسباني وعشان خاطر حصل مواقف معاهم في ماتش قبل كده. ف... فدي حجه، يعني وجهه نظرك دي حجه. فيقرر، خد بالك من كلمه يقرر دي، فيقرر بيراميدز او يهدد بيراميدز، حلوه يهدد، لا خليها يهدد احسن، ويهدد بيراميدز بالانسحاب من هذه المباراه نتيجه اعتراضهم على حكم المباراه. سكت، بتعترض على حكم المباراه؟ هو انت عاجبكم ولا عاجبكم مصر ولا عاجبكم اجنبي؟ طب الاهلي قال لك نجيب حكم اجنبي عشان خاطر ولا يعرفني ولا يعرفك، عشان المسابقه تبقى فيها شفافيه، وخصوصا ماتشات القمه اللي هي الاهلي والزمالك، الزمالك وبيراميدز، الاهلي وبيراميدز، الاهلي والمصري، الزمالك والمصري، بيراميدز والمصري، اللي هم الفرق الكبار. فانت جاي دلوقتي تعترض عشان خاطر انه اسباني وعشان خاطر، طب ما بصيتش غير على الحاله الواحده ومش سبت 7 حالات؟ هل هذا يعقل؟ هل هذا يعقل؟ فاتحاد رابطه الانديه كان ردها ان الحكم ده وهيحكم المباراه بين الاهلي وبيراميدز يوم السبت الساعه 9 مساء على قناه عاوزين تنسحبوا؟ انسحبوا، هيطبق عليك اللائحه. هتقول لي ما الاهلي السنه اللي فاتت ما تطبقش عليه اللائحه، لا اتطبق عليه اللائحه، اتطبق عليه حاجه وبدليل. ايه الدليل؟ بدليل ان اصلا ان الانسحاب بيبقى جونين مقابل 0، النوبادي كان 3، وبدليل ان جميع الانديه ماضيه على اللائحه زي ما ماضيه على اللائحه السنه دي، فهيطبق يطبق على بيراميدز اذا انسحب على اللائحه الموجوده في اتحاد الكوره ورابطه الانديه. اللي بيقول لك لا مش هيطبق زي الاهلي ما يطبقش على اللائحه، وهتيجي ساعتها بقى لو بيراميدز انسحب ويقول لك هتطبق على بيراميدز اللائحه وما تطبقش على الاهلي اللائحه. عقليه في البطاطا، والله عقليه في البطاطا. واقول لكم الماتش جاي، وانا بقول اهوت من دلوقتي ان بيراميدز مش هينسحب، ولو انسحب براحته. الاهلي انسحب السنه اللي فاتت طبق عليه اللائحه، الزمالك انسحب السنه اللي قبله اتطبق عليه اللائحه.
لا اتطبق عليه اللائحه، الاهلي اتطبق عليه اللائحه اللي موجوده في رابطه الانديه اللي بتاعت السنه اللي فاتت، عشان ما نخش في الجدال ده. ان شاء الله الاهلي يعملها. ولو وفي يوميها في المباراه دي بالذات في مدرب من المدربين هيتضحى بيهم وهيمشي، لا بتاع الاهلي روبيرو، لا بتاع بيراميدز. موضوع بقى المدربين ده هبقى اقول لكم في حلقه تانية. تمام، سلام.